السلام عليكم حبيباتي الكريمات. اليوم كما راكم تشوفوا جيتكم فيديو جديد ووصفة جديدة اللي هي مربى البرتقال. كما راكم تشوفوا رانا في الموسم تاعو. نبداو على بركة الله. بعد بسم الله الرحمن الرحيم. عندي 2 حبات برتقال كنت حطيتهم في الكونجيلاتور، جمدوا بهم ب2 حبات تاع قارص. هنا نجيبو لاغاب تاعنا، وبطبيعة الحال باش ما تضريش يديك باسكو ما تقدرش تديها وهي كونجلي يوليو يديك يوجعو. تجيبي من الشفا كيما كي تشوفي في الصورة حبيبتي، وبداية ترابية تاعك الحبات. هذا معجون ساهل ويدير لك كمية كبيرة غير ب2 حبات قارص و2 حبات تشينا. هذه هي الكمية. شوفوا بهذه بعد ما كملت انايا ربيت 2 حبات تاعي تاع التشينا وتاع القارص يكونوا بهذا الشكل. ربيهم في يكون رقيق العرابس تاعك. وهنا بالنسبة للسكر ما نديروش كيلو كومبلي، كما تعرفوا انه البرتقال تاعنا يجي حلو. شوفوا نقصوا منه قيس هذاك شوية ماشي حاجة بزاف، هذا شوية هكا قيس كاس هكاك، ونضيفوا السكر تاعنا. هنا بعد ما ضفت السكر تاعي كامل بديت نخلط فيه. لازم كما نقولوا نخلطوه كامل والسكر كامل يدخل في المكونات تاعنا. وكما تعرفوا القارص ما يخليش السكر تاعنا يدوب، لازم نخلطوه مليح من الفوق للتحت من الفوق للتحت حتى السكر تاعنا يولي كامل معسل. ومن بعد نضيفو كمية تاع الماء. الكمية تاع الماء هي بالنسبة لهذه الكمية أنا اللي درت 1.5 لتر، ونحطوه فوق النار. وبعد طبيعة الحال بعد ما يغلي لنا المعجون تاعنا نبداو نحيولو في هذا الرغوة، باسكو هذه هي اللي تخلي المعجون تاعنا يخسر وما يشدلناش مدة طويلة. نخليوه كامل يغلي مليح يبلي على هذا الشكل. وعذرا على الصورة. هنا حبيبتي بعد ما تقال لي المعجون تاعي كنت نحيته. وباش تعرفي المعجون تاعك اسكو عقد ولا لا ديري نحي شويه حطيه في طبسي هكا يبرد وميلي طبسي الى سالك المعجون تاعك يعني ومازال ما عقدش مليح. وهذه هي النتيجة الأخيرة. في الأخير كإضافة اللي حبت ترابي المعجون تاعها مليح ترابي، واللي حبت تخلي هكاك تخلي. انا هنايا كنت رابيته غير شويه وشوفوا النتيجه بزاف بنين بزاف شباب. تصنعيه في يدك وتعرفي واش راكي تاكلي. وفي الاخير نتلاقاو في فيديو اخر، ومع السلامه. ما تنساوش الاشتراك وبارطاج